السلام عليكم الإخوان، لاباس. حنا اليوم في هذا النفق اللي خدمنا اليوم باش نفكو الناس ديال ساكنة آيت إبراهيم وآيت سعيد وداود. وانتم كتشوفوا تبارك الله هذا الخير اللي نزل هنايا. انتم كتشوفوا كاين العلو ديالو تبارك الله كيتفا يفوق 5 أمتار 6 الأمتار. انتم تبارك الله هذا خير مولانا. انتم كتشوفوا كنتواجدوا دابا في طريق آيت إبراهيم. انتم هذا النفق هو اللي خدمنا فيه اليوم السيد الخليفة مشكور والسلطة المحلية، كذلك أعوان الجماعة الأراضيين اللي خدموا معنا تا هما مساكنين هنا باش فكينا هاد النفق. انتم كتشوفوا هاد النفق يفوق العلو ديالو 5 أمتار وكذلك 6 أمتار. انتم كتشوفوا كنتواجدوا في الطريق اللي تؤدي من دوار آيت قسو إلى آيت سعيد وداود إلى كذلك آيت إبراهيم، دوار آيت إبراهيم. في إطار المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة التجهيز للطابور بوبليك. أنتم كتشوفوا السلام عليكم الإخوان، لاباس. حنا اليوم في هذا النفق اللي خدمنا اليوم باش نفكو الناس ديال ساكنة آيت إبراهيم وآيت سعيد وداود. وانتم كتشوفوا تبارك الله هذا الخير اللي نزل هنايا. انتم كتشوفوا كاين العلو ديالو تبارك الله كيتفا يفوق 5 أمتار 6 الأمتار. انتم تبارك الله هذا خير مولانا. انتم كتشوفوا كنتواجدوا دابا في طريق آيت إبراهيم. انتم هذا النفق هو اللي خدمنا فيه اليوم السيد الخليفة مشكور والسلطة المحلية، كذلك أعوان الجماعة الأراضيين اللي خدموا معنا تا هما مساكنين هنا باش فكينا هاد النفق. انتم كتشوفوا هاد النفق يفوق العلو ديالو 5 أمتار وكذلك 6 أمتار. انتم كتشوفوا كنتواجدوا في الطريق اللي تؤدي من دوار آيت قسو إلى آيت سعيد وداود إلى كذلك آيت إبراهيم، دوار آيت إبراهيم. في إطار المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة التجهيز للطابور بوبليك. أنتم كتشوفوا